سنوات مضت ونحن نتكلم عن الرياضة، عن الإخفاق، عن الفشل، عن هل هناك بوصلة للرياضة؟ بالكويتي احنا عارفين وين رايحين؟ هذه حلقتنا اليوم. جاسم مشكناني، ابو حمود، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير انت والفريق الحلو اللي معاك كل هذا. يا حياك الله، بنورنا اليوم في سبورت كاست. من سنين واحنا نسمع بان الرياضه عندنا ضايعه، ما ندري باي اتجاه ماشيه، وكل سنه عن سنه نقول ان شاء الله راح يتعدل الوضع. اذا بنسال الحين في الوقت هذا في جلستي معاك، الرياضه وبوصله الرياضه وين متجهه؟ اولا الرياضه ما لها بوصله، حلو، مكسوره من يوم بدت. ثاني شيء بدي اخذ من برنامجك ثواني اشكركم على تجديد الثقه فيني، اشكركم على دعوتي للحضور. اشكرك على لا لان تستاهلون. جيل شاب اذا انا ما تعاملت وتعاضدت معه ما في لي خير. فانتم جيل المستقبل، الجيل الذي يستحق أن يحمل الراية، يحمل عصا التتابع من بعد الجيل اللي راح، وربنا يوفقكم إن شاء الله. خير وبركة ونتعلم. الله يخليك. بالنسبة للبوصلة اللي تفضلت فيها، طالما تفضلت في البوصلة، تكلمت عن البوصلة، طرحت وصف البوصلة، خليني أقول لك أنا البوصلة عند النوخذة. والنوخذة الربان يعرف وقت العواصف، وإحنا راكبين لنج ومركب لا نعرف إلى أين سيرسو، على أي ميناء سيرسو، كل غرقانين وضايعين بسبب الصراعات التي احتدمت جدا جدا. خليني أقول لك من بعد ظهور الشيخ أحمد الفهد المسي عليه من الرياضة سنة 2002. فالصراعات كلت الأخضر واليابس بالرياضة، كانت لا زالت وما زالت. نعم، لم تعد هناك بوصلة للرياضة. ما يؤسف له أن الرياضة بطلت تركز وتلقي الضوء على المنتخبات الوطنية التي تحمل علم الكويت. التركيز كله على الأندية، الصراعات كلها بالأندية، وما أدراك ما الأندية. أندية جاية من جمعيات عمومية غالبيتها ما لها أي بوصلة في الرياضة. الحين أنا بمشي على البوصلة مثل ما أنت تفضلت، وياي توجه الرياضة جمعية عمومية مستهلكة، تشارك في الجمعيات، تشارك في الأندية، تشارك في الحياة السياسية، ما لها علاقة في الرياضة. فهي لما تجيب الأعضاء في الأندية، تجيب الأعضاء على أرضية الطائفية، العنصرية، القبلية، الصداقة. أين الكفاءة؟ ما في كفاءة. والدليل ما سمحت به الهيئة العامة للشباب والرياضة أو المشرفين على الرياضة بإدخال المرأة صناديق الاقتراع. تشوفها غلط؟ طبعا أنا لما بنتخب، الانتخاب يعني اختيار الكفاءة بعد التقييم. تنتخب الأفضل ليقدم الأفضل. المرأة اللي قاعدة بالبيت رغم احترامي لها وتقديري لجهودها المنزلية والعملية والعائلية، لكنها هي مو متواجدة بالنادي، بعيد عن الرياضة. كيف تفضل عبد الله دشتي عن جاسم مشكناني؟ إذن هي جاية تنتخب يا عن طريق العائلة، يا عن طريق الطائفة، يا عن طريق القبلية، ولذلك الطاسة ضاعت. بس في بعض النساء لهم في الرياضة وفي ألعاب رياضية نسائية يا عبد الله، حتى لو كان 1%، فلهم الحق في التصويت. لا الآن احنا مو موضوع الحق في التصويت، مو الحق في التصويت. أنا أرى أنها ما لهم حق في التصويت في الأندية، وأرى 50% من الجمعيات العمومية ما لها حق في التصويت في الأندية. كيف المرأة لها حق في التصويت؟ أنت قاعد تجيب لي ناس خارجين عن النادي، خارجين عن الرياضة عشان يصوتون يطلعون فلان وعلان. الدور أدخل المرأة وأقول لها حق التصويت؟ كل هالحافلات اللي تنقل
المصوتين لصناديق الاقتراع 50% منهم نعم. ما لهم حق يصوتون بالنادي. من مسجلهم يعني؟ الفلوس. طالما في فلوس إذا في مصالح، والفلوس هي الصخرة التي تتكسر عليها المبادئ والقيم. طيب والحل؟ أنا برأيي ما في حل. ما في حل. لا. وراح يظل الوضع. أنا برأيي ما في حل يا عبد الله. أنا أطرح الحل برأيي مثل ما بديت معاك. الديمقراطية هي انتخاب. نعم. هي حرية، هي مسؤولية، وهناك توأمة بين الحرية والمسؤولية، أنك تعرف أنت شلون تكون حر في خياراتك، في طرحك، في كل أمورك. الديمقراطية بالرياضة معلبة. أتحداك أنت إذا كنت رياضي ما تعرف قبل 6 أشهر من وياي اتحاد كرة القدم، ما تعرف من وياي اتحاد السلة، محصصة وتوزيع كيكة على بعض أعضاء الجمعية العمومية. أين الإصلاح؟ ما في إصلاح، لأنه مو معقولة يا عبد الله نادي، وخلنا نتكلم في التوجه اللي أنا أتخصص فيه. نعم. في كرة القدم. طيب. يحتل المراكز الأخيرة طول عمره. عمره ما طل من حتى من خلينا نقول ثقب صغير على الدرجة الممتازة. منه عضو في الاتحاد، شلون فاقد الشيء لا يعطيه. نادية فاشل كرويا تيبه تحط ليه عضو باتحاد كرة القدم؟ ايش يعطي الرياضة هذا؟ ايش يبي يعطي كرة القدم؟ إذا من وجهة نظرك أن الآلية هذه اللي موجودة هي منظومة غلط. دمار. المنظومة دمار للرياضة. الآن لو سألتني، مع أنك ما سألتني يعني، لو سألتني شو الحل، أنا برأيي حتى نوقف هذا التسونامي الذي يغرق الحركة الرياضية، يجب أن يتم الاتفاق بين اللجنة الأولمبية والهيئة العامة للشباب والرياضة والحكومة والجهات الخارجية على استثناء الكويت للتعيين في الاتحادات. للتعيين؟ نعم. يعني أنت مع التعيين؟ أي لا، أنا تعيين مؤقت لإصلاح ما يمكن إصلاحه. طيب. لأن العملية عبد الله مرتبطة مثل حلقات السلسلة. أنت لما تيجي تنتخب عضو مجلس إدارة ما لا ها؟ ما له إنجاز؟ لا، مو ما له إنجاز، ما له علاقة بالرياضة. نعم. أنا معاك نعرف أن الرياضة نتائج وأرقام. اللي جاي ما يعرف الرياضة نتائج وأرقام، اللي جاي يعرف أنه حصل على كرسي وهالكرسي له فوائد جمة كبيرة. فبالتالي المفاتيح الانتخابية اللي اشتغلوا معاهم يبون مكافأة. أنا بس بتوقف معك في النقطة بالتحديد. فضل. بأن اتحادات عالمية في كرة القدم رؤسائها ما لهم شغل في الرياضة، في منهم المحامي، في منهم المهندس، في منهم رجل الأعمال، واتحاداتهم ناجحة. يقدروا أن يخلقون منظومة ويختارون أشخاص مناسبين ونجحوا، ونشوفهم في كأس عالم، في كأس. هذا صحيح. أولا اللي طرحته صحيح، بس تفاصيل طرحك مو صحيح. نعم. هناك ناس محترفين، هناك ناس عندهم ثواب وعقاب، هناك ناس يخافون على استثماراتهم، يخافون على مداخلهم. يعني ايش يخاف عليه؟ يخاف على تاير السيارة؟ ايش يخاف عليه بالكويت؟ لا جمعية عمومية تحاسب، ولا مجلس أمة يحاسب، ولا حكومة تحاسب، وهلم جرة. يخاف على الفنيلة الزرقاء. نعم. يخاف على الفنيلة الزرقاء. من اللي يخاف على الفنيلة الزرقاء؟ المفروض اللي يمسك يخاف على الفنيلة الزرقاء. كلامك والله عين العقل. هاي من أقوال رونالدو. اللي يخاف على الفانيلا الزرقاء ما عنده إحساس. الأزرق ينحر من الوريد إلى الوريد، وقاعد يجتمع وقاعد يطلع تصريحات وقاعد يفتي في الكرة الكويتية في السنوات ال6 الأخيرة. ولم نجد أحد أعضاء الجمعية العمومية يخرج رأسه ليقول هذا الاتحاد يجب أن تطرح في الثقة. قريت هالكلام؟ أنا ما قريت. حلو. أنا راح أوصل معك للاتحاد، لكن خلني أرجع وياك نقطة. أنت اللي فتحت الفانيلة الزرقاء ترى، مو أنا. لا، راح نوصل للفانيلة الزرقاء. أول شيء بداية حديثنا قلت بأن بلشت
دمار الكرة مع ظهور الخلافات على السطح ومع وجود الشيخ أحمد الفهد المسيحي مع رحيله يعني يتحمله هو المسؤولية؟ لا ما يتحمل المسؤولية من يعني أنا شخصيا حتى نصحح التفصيل هذا. أي. أنا شخصيا عملت مع أحمد الفهد لغاية 98. حلو. وأحمد الفهد الأمانة أيامه ما كانت في صراعات لأنه عرف يلم الشمل. ممتاز. واستطاع بابتسامته بدبلوماسيته أنه يجمع الكل. حلو. مع أنه في طق تحت الحزام من هنا وهناك بس ما كان هذا الضرب مؤثر على سمو الحركة الرياضية. حلو. بعد ما راح من 2002 و2003 و2004 بلشت الصراعات وبلش. أيوة. حلو. ذكرت أيضا قبل شوي الهيئة العامة للرياضة، طبعا نبارك لأبو عبد الله يوسف البيدان. أنا أعطيتني مجال أن أقول لك أنا أحيي هذا الرجل رغم خلافي الجامد معه. نعم. إعلاميا. نعم. ولكن شخص له موقف صريح. نعم. لا يغتاب أحد، يواجه الأمانة، ما بيمدحها أكثر من لازم. كل الصفات الجميلة في الشخص اللي تتعامل معه. نعم. بعيد عن الكاميرا تعطيه تعظيم سلام كصديق. والنعم بارك له. نعم. نتمنى أن يفرز ما بشخصيته على الواقع الرياضي. نعم. لأنه أنا أعرف أنه هو منشوي من الرياضة مثل ما احنا نشوينا ولا زلنا نشوي. بارك له. طبعا الساهل. ما تعتقد بأن ممكن في ظل هذه الصراعات تؤثر على حيادية عبد الله؟ الصراعات إذا مأثر على حيادية الحكومة. نعم. مأثر على حيادية مجلس الأمة، ما تأثر على يوسف البيدان. فتعتقد أنه راح تأثر عليه لأنه مو يعني إحنا نبي يكون صلب ملتزم في قوانين الهيئة كثر ما يقدر. عملية صعبة، هو داخل حرب. ومن يدخل الهيجة بدون سلاح مصير الضياع. إن شاء الله ما توصل للحروب. هي ما توصل للحروب. لا أنا أضرب مثل في أبو عبد الله. نعم. أبو عبد الله قوانين، فاهم في القوانين. فاهم في تنشئة الرياضة. فاهم في العلاقات الرياضية. فاهم في المتجنين على الرياضة. لكن هل يستطيع أن يصفر أو يعطي كرت أحمر لمن يتخطى حدود القوانين؟ هل يستطيع؟ أنا أتمنى. جميل. ايضا شيء يذكر مبارك ايضا لبشار عبد الله المنصب كنائب مدير عام الهيئه العامه للرياضه. اذا في وجوه جديده كذلك في الهيئه، يوسف البيدان، بشار عبد الله، واللي لهم في الرياضه، راح يغيرون في الفتره القادمه من وجهه نظرك؟ اولا انا ايضا انت قاعد تطرح علي اسماء عزيزه على قلبي. يوسف البيدان، بشار عبد الله، أعطيه تعظيم سلام كلاعب نجم خلى العالم تتعلق في كرة القدم بسبب عطائه وأخلاقياته. الآن بالهيئة أنا ما أعرف شنو نمط تصرفات بشار عبد الله حتى أحكم عليه قوي مو قوي، ما أدري. لكن أيضا في سؤال يدور في بالي يجب أطرحها البرنامج. كيف تم اختيار هذه الأسماء ومن وراء هذا الاختيار؟ سؤال مطروح. نعم. ومسموح. أبي حد يرد علي. تحتاج إجابة لهذا السؤال. طبعا. عند منو الإجابة؟ عند الحكومة. طبعا. اللي تم من خلالها اختيار. أنت عندك يوسف البيدان. نعم. شخصية رياضية معروفة، اشتغل في الشأن الإداري بنادي التضامن، اشتغل في لجنة الانضباط في اتحاد الكرة. نعم. اشتغل مع الرياضيين، عنده خلفية رياضية. حلو. لكن الآخرين على أي أساس تم اختيارهم؟ حتى من ضمنهم حبيبي اللاعب بشار عبد الله.
بس إداريا لا أعرف عنه شيء أبدا. أتمنى أن يحقق النجاح ويرد السهم لي. نعم إن شاء الله. الله يعينهم على تحمل الأمانة وربي يوفقهم إن شاء الله لكل خير. الهيئة العامة وايد ناس تكلموا لازم يكون في لها دور فيما يخص انتخابات الأندية، فيما يخص تسجيل أعضاء الجمعية العمومية. لمتى يكون التسجيل بيد مجلس الإدارة اللي موجود؟ أشيل اللي يبي وأحط اللي يبي وأشطب وأسجل مثل ما ذكرت قبل شوي. في النهاية تصير عندي محصلة من الأشخاص اللي راح يصوتون لي وراح يوصلون لي. هذا الكلام نوجهه للهيئة العامة للشباب للرياضة السابقة التي كانت وأجزم أنها كانت تدعي نعم وضع النقاط على الحروف لإصلاح الحركة الرياضية. لم تصلح شيئا بالحركة الرياضية أبدا. الهيئة العامة للرياضة السابقة أبدا. نعم. بل ساهمت في حرق الرياضة من خلال عدم التدخل في التسجيل، عدم التدخل في الانتكاسات الرياضية على جميع المجالات. أنت مع التدخل؟ أنا مع التدخل طبعا. نعم. أنا مع التدخل. وأنت سألتني أنت مع التدخل تبي تروح أكيد على أن التدخل حكومي. هذا كلام فاضي. أنا من بديت وأنا كنت أقول هاي الكلام أضحوكه، كلام مجرد تعلق في حبال الهوى. أي تدخل دولي أكثر من التدخل اللي حصل ضد روسيا؟ فريق مؤهل يلعب بطولات كأس العالم، يلعب بطولات دوري أوروبا، كلها اطردوه عشان شنو؟ عشان الحرب. طيب هناك حرب فلسطين إسرائيل مو حرب؟ فريق حيفا يشارك في دوري الأبطال وفرق روسيا ما تشارك، وهذا تدخل. على أي أساس يسمح الاتحاد الدولي المادي أنه يحطون شارات المثليين؟ إحنا كرياضيين أصحاب قيم، أصحاب مثل سامية، كيف تدخل لي أنت هذه الظاهرة في الملاعب الكروية؟ فتعتقد التدخل مزاجية وقوة. ليش هذا الأمر؟ والله عليهم ضغط من المنظمات عشان المثليين. لعنة الله عليكم وعلى المثليين. أنا شك فيهم. أنا مارس دوري بالرياضة. بتي توقف محمد بتريكة علشان حط صورة غزة. تذكر صورة غزة. الآن أنت قاعد توزع علم أوكرانيا على كل الدول وتجبرني على احترام أوكرانيا. أنا لاني أوكراني ولاني روسي. أنا الرجال عربي كويتي عايش في هالبلد هاي، قاعد أطالع متابع. شنو التدخل اللي قاعد يصير؟ تدخل كارثي اللي قاعد يصير. تدخل كارثي. يعني أنا واحد من الأطفال ما حصلت المواجهة، لو واجهني قال لي شنو هالإشارة الملونة اللي على الكتف؟ شو تقول له؟ والله لو يجون يبوا يجبرون قطر الشقيقة على هذا هاي الظاهرة لا سمح الله. يعني خلنا نسكت يا معلم. لذلك ترى بأن يجب على الهيئة العامة للرياضة برئاسة يوسف البيدان في القادم أن يتدخل في الجمعيات العمومية، تسجيل أعضاء الجمعية العمومية، التدخل في الانتخابات وغيرها. ودي أقول لك شيء عبد الله على بالي قبل لا أنسى. في المرسوم الأميري لتشكيل الهيئة العامة للشباب والرياضة 43 لسنة 92 المادة الثانية تقول أن على الأعضاء اللي بالرياضة بالحركة الرياضية يصقلون ويدعمون المبدعين لتمثيل الكويت تمثيلا مشرفا في الأولمبياد وفي المنافسات العالمية. هذول اللي بالرياضة يساهمون في صقل وإبداع المواهب، هذول حتى في مركز الشباب ما يقدرون، يبون يودونا العالمية والدورات الأولمبية. زين هذا البند الثاني ملغي باتفاق وتبادل قلة الذمة لدى البعض منذ زمن. نعم. من حسبهم؟ منو قال وين البند الثاني من تطبيقه؟
هذا شغل الهيئة. اضغطوا على الهيئة السابقة، تدخل 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 تدخل، وصار اللي صار. شالت أبدا. وإلا يا عبد الله، اتحاد كرة القدم هذا اللي يجيب جزاك ويشيل جزاك ويحط، مع احترامي لشخصه طبعا أنا أختلف مع نهجة ثامر عناد، ما عنده سي في كرة القدم في التدريب، يدرب منتخب الكويت ويطلع منتخب الكويت ويطلع من كل البطولات، حتى لو بلياردو لابسين أزرق يطلعون، ولا حتى حرك. سمعت شيء أنت؟ في الفترة السابقة غير الإعلام سمعت شيء أحد مسؤولين يتكلم؟ نعم. لا مجلس أمة، لا حكومة، لا هيئة، لا أندية، جمعيات العمومية هذه الحلوة هاي اللي طبلون لها، إيش سوت؟ ولا حد يدري، ولا حد طرح فكرة سوي جمعية عمومية غير عادية نطرح الثقة باتحاد القدم. الأزرق هذا الاسم الشامخ، الفانيلا الشامخة تمزقت حتى يعني أصبحت قابلة للحرق بسبب وجود أناس لا يفقهون في كرة القدم. كل يوم قرار، كل يوم مشكلة، كل يوم. واللي ساعد على خلق المشاكل الأندية طبعا، الأندية. يعني أنا كيف بعد منتخب هي اللي لها الدور. طبعا أنا بعد منتخب لبطولة ما تقول أنا ما، يقول أنا ما أعطيك لاعبيني لأن عندي بطولة ثانية. والاتحاد حاضر عمي، حاضر طال عمرك، هذا اتحاد، هاي جمعية عمومية، اسم المنتخب حلو وعلم الكويت أهم من كل هؤلاء. طبيعي. أي نعم. من اللي حاسب عبد الله على هالأمر؟ ولا حد، ولا حد. من المفروض كان يحاسب؟ المفروض الحكومة، المفروض الحكومة. يعني خلينا نقول احنا ما نبي تدخل حكومي مباشر. انت تقصد محمود هم عفوا عشان نكمل اتحاد الشيخ احمد يوسف في الفترة الماضية وما سبقه؟ اي طبعا، ليش ما اي اتحاد كان قبل؟ نعم. اتحاد الشيخ احمد يوسف في اتحادات سابقة قبل. خلي الاتحادات السابقة. احنا ما نبي نفتح ملفات الماضي، لأن طويناها وما نبي نرويها. هذا تبي ترويها حاضر. خلنا على الاتحاد السابق وعشان ندخل على الاتحاد. هو أنا قلت لك العملية سلسلة متصلة ببعض. نعم. بسبب الجمعية العمومية. أول الجمعيات العمومية ما تحكي شيء ولا تقول شيء، واحنا نطلع حتى ايام الشيخ طلال مسي عليه ونتمنى له الشفاء والعافيه والسلامه، وخليك بعيد عن الرياضه احسن لك، لان الرياضه فيها غم وهم وبلاوي. من اتحاد الشيخ طلال ماكو بطولات، طلعنا من تصفيات اسيا، تصفيات كاس العالم مرتين، تصفيات الاولمبيه. الان يطلع لي واحد يقول انجازات غرب اسيا، خليج. ايه انجازات الشباب يعني انجازات الاطفال. هاي تقول لي انت هذا انجازات؟ انا بحد يرفع علم بلادي فوق، يرعرع العلم مثل ما العالم. يعني هذه العمليه متلاحقه، ولا اريد ان اتهم الرئيس رمز، لكن الانديه المجموعه اللي جابتها مع الرئيس فهمهم وما حد حاسبهم لين انتهت. فهمهم. يا عبد الله بعطيك مثال بسيط جدا. شنو هالاتحاد وشنو هالرياضة اللي نادي يجبر القوانين ويجبر اللوائح رغما عنها تصير 2 نواب رئيس اتحاد كرة القدم؟ متى صارت؟ منذ الخليقة، منذ بداية الرياضة بالكويت. على أي أساس 2 نواب رئيس؟ ليش؟ من اللي حدد؟ الجمعية العمومية طبعا. الجمعية العمومية. اي قاعد اقول لك تصويت، ارضاء له النادي وارضاء له النادي. اي نادي واي نادي. اي حلو. ارضاء للنصر. اوكي. لان هايف المطيري ابو حسين المسي عليه شخص محترم صديق عزيز، لكن حقيقة ما له علاقة بكرة القدم. هذا نادي والنادي الاخر نادي الجهرة. نعم. احمد عقله من نادي الجهرة ومدعوم من نادي الكويت، يبون نائب رئيس. متى صار 2 نواب رئيس في اتحاد كرة القدم؟ من 7. على منو الرئيس؟ على منو نائب رئيس؟ على منو؟
واحد رئيس مهندس بالشؤون الماليه، وواحد للشؤون الاداريه. وين قاعدين احنا بالبنتاغون؟ شو الحكيها؟ هاي ارضاء الجمعيه العموميه هي اللي تجبر، مو عمليه تنظيميه. شلون يعني؟ تنظيميه خلاص، عشان هذه عمليه فوضويه مستشريه في الرياضه. اي تنظيميه خليك على نظامك القديم، رئيس، نائب رئيس، امين السر العام والاعضاء، امين صندوق والاعضاء. النظام القديم ما جاب نتيجه، وانت تقول هذا بيجيب نتيجه؟ ما تدري. ايه يمكن. الحين خلنا خلصنا من القديم، خلينا ندش على الجديد. الاتحاد الحالي في اول يعني ما وصل رئيس الاتحاد ونائبين الرئيس والاعضاء اللي موجودين، كانت في هناك استراتيجيه وعرضت امام وسائل الاعلام. وبعد 100 يوم ايضا كانت في مؤتمر آخر لشرح ما حصل في 100 يوم وما سيكون في المستقبل. جاسم، ايش كنا نشوف شلون يشوف هذه استراتيجية اتحاد الكرة؟ أنا ما أتفق مع الناس في الأمور التنظيرية. استراتيجية مكتوبة، مؤتمر صحفي. أنا أبي بطولة ما تجي بيوم وليلة. أنا ما بيوم وليلة، أنا ببطولة اللي تخطط البطولة. تسوي الاستراتيجية ورقة وقلم. شنو استراتيجيتك على مدى 4 سنوات؟ أنا هاللي أبيه. اتحاد كرة القدم رغم أني انتقدت الجمعية العمومية بإحضار نائبين، نعم، مو ذنبه إذا سلم هذه المهمة من قبل الجمعية العمومية. نعم. ولا أريد أن أتحامل على عبد الله الشاهين، لأن أنا شخص أعرفه يعني مجتهد استثماريا. ومثل ما أنت تفضلت قبل ربع ساعة إذا ما نسيت، نعم. إحنا نبي بالاتحاد وبالأندية واحد عنده رأس مال، واحد عنده دراية بالإدارة، واحد عنده دراية بالصندوق، نعم. واحد ومعه 2-3 رياضيين يقومون النادي أو الاتحاد. حلو. إحنا الآن لا أعرف مدى واقعية عبد الله الشاهين في تطبيق ما بباله. هل يستطيع في وجود هذه الجمعية العمومية؟ أنا أقول لا، لأنه هو طلع تصريح أنه ما في لاعبين 26 سنة أكبر يدشوا المنتخب. تخلوا بالأسماء الأخيرة، تخلوا لاعبين فوق 26. بس هاي من ضمن كلامه واستراتيجيته. شلون؟ بس كم لاعب اللي موجودين فوق 4 يمكن 5. يعني شفنا تغيير كبير في التشكيلة على بطولة كأس الخليج. إيه. وليس يعني أنت مؤيد ولا ضد التشكيلة اللي موجودة؟ لا، أنا على كلامه. هذه مو التشكيلة النهائية، هذا اللي أنا قاعد أقول لك هو على حسب استراتيجيته قال إنه ما في 27 فوق 26 ماكو. ادخلوا. هل هذا تراجع منه ولا ضغط من الجمعية العمومية ولا الله أعلم؟ ما أعتقد لو تراجع كان الضغط اللي هي على بدر المطوع. يعني مثلا هذا من الأسماء اللي الناس طالبت بضمه للمنتخب، وفي نفس الوقت ترى في أسماء يعني أصوات أخرى تطالب بأنه خلاص بدر يعطيه العافية. هاي الأصوات الأخرى، سوري قاطعك عبد الله، يعني شوف الآن انتهت كل مشاكلنا وقفت عند بدر المطوع. يعني نسينا أن بدر المطوع هذا أيقونة. نعم. خبرة، قيادة، غير الإمكانية. يمكن الإمكانية خفت. نعم. لكن أنا ما عندي مشكلة واحد أحطه مع المنتخب طبعا، لأن على الأقل بغرفة الملابس يشيل لي شيل، دمج الخبرة، يعرف يوجه لاعبين. ولو ما يلعب يا أخي، المباراة اللي فايز فيها 3-4-0 ألعبه 5 دقائق 10 دقائق احتراما لاسمه، مو شرط ألعبه أساسي. لكن أنا أطرح هذه الفكرة أمامك عبد الله، يمكن تكون متابع للبريمير ليج. أكيد. عندنا مشكلة ليفربول، ما عندهم قائد بوسط الملعب. صح. ما عندهم قائد. هندرسون. لا هندرسون ولا قائد ولا هم يحزنون. هم ما يدري ايش يسوي، يخاف يشوت الكرة على الجول. نعم. اللي أهم من هندرسون جيمس ميلنر، اللي المدرب يتكلم عنه. ليه جيمس ميلنر مو لاعب شايل الفريق؟ يقول لك بغرفة الملابس وعلى الدكة يسوي روح حق اللاعب اللي بيلعب،
يقدر يوجههم في الملعب. في بعض المراحل في كرة القدم نحتاج إلى قائد في الملعب يعرف ينبه اللاعب إذا غلط أكثر من مرة. حلو محمود، يمكن هذه إحصائية بأن في السابق معدل أعمار اللاعبين المنتخب، وهذا يمكن ردا على كلام بأن في تغيير حاليا في الاتحاد وفي سياسة الاتحاد اللي هي معدل الأعمار في السابق كانت فوق 30، الآن النسبة الأكبر للوجوه الجديدة بمعدل أعمار 24 سنة. فنشوف بأن هذا يعني صار في فعلا تغيير مع وجود لاعبين خبرة مثل ما ذكرت دمجوهم مع شباب. يمكن في 3 أو 4 لاعبين فوق السن اللي هو 26 أو 27 سنة. فهذا التغيير. أنا لست هنا للانتقاد فقط. نعم. إذا في شيء إيجابي أتحدث عنه، إذا في شيء سلبي أنا أحب السلبيات، لأنه أنا الصحفي يبحث عن الشيء المسيء. دير بالك، الصحفي دائما يبحث عن الشيء السيء، لأن الجميل لا يحتاج إلى طلاء. الذهب ما يحتاج تطليته وتصبغه. فهو يحقق اللي بباله بالإصرار هذا، أروح أشكره أنا. لكن أنا مستبق الأحداث في شخص بدر المطوع، أنه ما يصير يا أبو شاهين تسمع كلام يقال في التلفزيون ويقال في الصحافة ويقال في الملاعب من هنا وهنا وتحرم الشباب من قيادة بدر المطوع. ما ندري شو اللي بيصير في القادم. هل بدر يرجع للمنتخب؟ لا، احنا ما ندري، ما نعلم طبعا، بس انا قاعد اقول ان الان على اللي حاصل يعني القادسية نادي كبير ونادي له اسمه وقوته، بدر المطوع يلعب فيه ويقود الفريق. فبالتالي أخي خلي معك، بس مو لازم تلعبني. أما ينشال بهالطريقة ما أعتقد حلوة بحق واحد عنده هالتاريخ. يعني إذا بنتكلم باختصار وفي الختام عشان نختم جزئية الاتحاد، ما نقدر نحكم على هذا الاتحاد الآن. لا طبعا. يبي لك كم مش كثر، شنو المدة المفترض بأن تكون؟ أنا ما أبي أطول، لكن أنت حكما على مدرب كرة القدم اللي هو إيده بالطبخة ما تقدر تحكم عليه حقيقة، بعيدا عن الأفواه الإعلامية التي تزج نفسها في كل مكان. أقل من سنة سنتين ما تقدر. يعني المدرب ما يصير تجيبه مثل إمري أمس درب استون فيلا فاز على مانشستر يونايتد، قاعد يصفقوا له. شو تصفقوا له؟ ما يعرف إنجليزي، متى فهم اللاعبين بطريقة اللعب؟ هو فاز نفسيا على مانشستر يونايتد، بس بتحكم عليه أن هذا المدرب اللي يستحق أن يدرب استون فيلا. فأكو ناس يعني يحبون يعني يقولك بالعجلة الندامة، لذلك هذول كلهم ندمانين، عجلة 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 ورا عجلة، بدي شم الطوف. يعني النجاح والفشل ما يصير تحكم عليهم من أبدا. لا أبدا ما يصير. لازم تعطيه فرصة ويقدم اللي عنده ويستمر، وبعدين تشوف. يعني أنا أنتوا صغار ما لحقتوا قبل كاس الخليج 76 قطر، منتخبنا كان ماشي زين بالإعداد. حلو. قال بيجيب له فريق يكسر ضلوع لاعبينا. تصور ليش؟ ما قال، كان يضحك. وياب له فريق ألماني فاز علينا 4-1. احنا ما عرفنا ليش. سألنا العم عبد العزيز سعدون أيام كان رئيس الاتحاد الله يرحمه عبد العزيز المخلد، قالوا سألوه ما رد. عقب البطولة رد، قال أنا ما بيهم يروحون كاس الخليج وإن كله فوز وراسهم فوق. لا، ما أعرف مستواهم، لازم يعرفون نفسهم، يحتاجون إلى عطاء مضاعف وحماس مضاعف. يفوزون ب7 مباريات تجريبية و6 مباريات تجريبية كلها 3-4 مو زين بحقهم. فهني التجربة تنفع المدربين.
وما تنفع المدربين بشهرين 3 أنا بيحكم عليه. صح. يعني إحنا بالأندية قبل نقلد باقي الدول نستعمل المدربين مثل ما تستعمل موس الحلاقة. 3 مباريات خلص الموس وقته خلاص قطة يبغى غيره. شو الحكي ومن قاعد يجيب المدربين؟ وليش الرياضة ملخبطة؟ أنا قلت لك هاي حلقة متصلة سلاسل متصلة. شو ما ترجع. إيه جمعية عمومية تجيب إداريين غير أكفاء والإداريين غير الأكفاء والمدربين غير أكفاء واللي ما كلها لاعبين فقط. لاعبين طق فيهم والله المستوى والله صفر ولا غير. يعني انت شو تصور عقب الدوري الانجليزي ولا الالماني والاسباني جاي تبي تشوف الدوري الكويتي تروح والله انا ما اروح. طيب اللي لاعبين يلعبون عندي بالبيت اروح انام. ما تحضر المباريات ابدا. هل جاسم اشكناني يرى بان هناك في بعض الاشخاص ممكن يكونون ايضا كفاءات ما زالوا يدفعون فاتوره الخلافات السابقه وابتعادهم عن الوسط الرياضي؟ كثير يعني أول شيء نتحمد له بالسلامة أبو حمد علي شعيب وأوقف له أنا تعظيم سلام. هذا اللاعب اللي ما حد يشوف مثله بالعالم العربي لاعب طائرة. نعم. رشح لاتحاد الطائرة ما نجح. زين بالتسعينات 96 أو عقب جاسم وفيصل رشحوا بالاتحاد. واحد انسحب واحد ما نجح. دخلوا واحد قوي في الجمعية العمومية دخلوا على حساب النجوم الاثنين. كثير من النجوم نعم. ما سمحت لهم الجمعية العمومية أن يواصلون خدمة الرياضة. فأنا قلت في أكثر من مقال ما هذا البلاء بعد أن حل بنا هذا الوباء. نعم. يعني الوباء اللي هو أن أنت تنتخب صاحبك. أنا ما علي بن علي شعيب وجاسم يعقوب فيصل الدخيل وعبد العزيز العنبري والنجوم هذين الكبار. نادر ما تشوف في الرياضة أنت ناس كبار لعبوا ومارسوا الرياضة. حلو. بس في أيضا نقطة بما أنك ذكرت تفضل. فيصل الدخيل أيضا كان في لك تصريح بأن فيصل الدخيل لا يصلح لقيادة أو لرئاسة الاتحاد الكويتي لكرة القدم. نازلت عند الرأي. لا زلت. نعم. فيصل الدخيل شخص جار ابن منطقتي. لعبت معاه كرة حتى يطنز علي بعض الأحيان يقول كنت عليه كابتن أنت وين صرت أنا وين صرت. إنسان محترم لم أرى أو أسمع منه شيء يعني في حق الآخرين. لكن أنا أعتقد أنه ما يقدر يواجه المعضلات اللي موجودة بالرياضة. ما يقدر يقول حق الكبار لا حسب وجهة نظري. إذا تغير الله أعلم. لكن إنسان بيخدم الرياض بيخدم كرة القدم لازم يكون قوي ماديا قوي يعني اجتماعيا قوي في اتخاذ القرارات. يكون إنسان يدش بالباب يكسره ما يهمه. إذا قدر ينفذ هذين العناصر الثلاث أنا أعطيت عظيم سلام يصير رئيس الاتحاد. أنا هو عنده خبرة. وبعدين فيصل الدخيل عنده جانب ما حد يعرفه إلا 10 اللي هو فيصل الدخيل ما يجامل وايد. يعني إذا غلط يقول لك غلط. إذا مو عجبته قعدتك يقول أنا ماني قاعد لأنه الكلام ما ينفع. أي مو عجب. هذا بين الربع. بس هل يستمر معاه على مدى أعلى؟
الله اعلم. لأنه صار في أنا ليش ذكرت هالنقطة؟ صار في تناقض بكلامك. إيه. الجمعيات العمومية لما رشح فيصل ما انتخبوه، وأنت الحين تقول بأنه لو يرشح لا أنا ما أشوف أنه يصلح. فيمكن هم رأوا كقائد إيه كرئيس لا هم ما رأوا، كان هو مرشح عضوي. نعم. يعني فيصل الدخيل أدار فريق الكرة بالقادسية وحصلت أخطاء واستقال. نعم. هو عنده قوة قرار له شخصيا، بس لما يدش اتحاد الكرة قوة القرار يجب أن تكون شاملة الكل، خاصة إذا كان قائد في اتحاد كرة القدم. نعم. يعني خلينا أقول لك قائد في اتحاد كرة القدم مثل الله يرحمه الشهيد فهد الأحمد، وخر اللاعبين النجوم كلهم عن دورة الخليج 79 اللي في العراق. من يقدر يسوي كذي؟ الصحافة وهني من أول أيام هاي اللي صار بيني وبينه خلاف على هاللاعبين الله يرحمه. وأيضا ذكرت هذه النقطة وقلت بأن شتان ما بين قيادة الشهيد للاتحاد وقيادة الشيخ طلال فهد للاتحاد. حلو. شوف الشهيد كانت طبيعة تختلف عن طلال. فهد الأحمد يا أخي إنسان غريب، يا أن ذكاء خارق يا أن إلهام رباني، لأنه شوف ما يحب الخلاف الدائم. أنا أكتب مقالات قوية جدا عنه والكل كان يعرف الوسط الرياضي. أول من يكلمني هاتفيا كان هو الله يرحمه، ولذلك الناس تستغرب أنت شلون كل هاللي تقوله عنه وعلاقتك قوية فيه. فعلا أنا نفسيا كنت أرتاح أقعد معاه، أرتاح أسافر معاه، أرتاح يعني لما نقعد عبد الله بالليل نفتح مواضيع حتى تجرحه ويتقبل. في شتان الفارق لأنه أنا ما شفت طلال بهالتعامل مع الناس. هل هو متعمد؟ هل هو طبعه؟ هل هو عنده شخصية أفضل بس ناس قالوا له مثل بهالشخصية؟ أنا ما أدري. فلذلك أنا في كرة القدم، أنا في كرة القدم كاتحاد تعاملت معاهم من 77 مع الكل. لذلك أنا محق لما أقول لك شتان بين اتحاد طلال واتحاد فهد أحمد. أنا كتبت مقالة يا عبد الله عن التسيليو إذا ماني غلطان بالاسم سنة 88 89، 4 مقالات ورا بعض. حلو. في إحدى المباريات للمنتخب قام يلعب نعيم سعد وسط، قام يخور المدرب بين الشوطين الله يرحمه فهد أحمد تغمد روح الجنة، أخذ قرار إقالة التسيليو وبعد المباراة بين الشوطين ما حصلت. فيوم يسوون معاه صحفيين الزملاء مقابلات، أنا قاعد وراه. أنت خليتك تشيله غصب؟ طالعني ضحك قال إيه بس أنا اللي شلته مو أنت. شوف التعاطي مع الناس. أنا كنت هاجمه إنه هو اللي جايبه تسيليو مصر عليه، شاله بس قال ما أعطيك حقك إنك أنت تبرز. رجل بالتعامل مع الإعلام رقم 1، رجل بالتعامل مع اللي حواليه من الآخر فروسية بالخصومة ما حصلت بصراحة. أنا الأمانة علاقتي بأحمد الفهد تختلف، الشيخ أحمد الفهد، لأنها علاقة جدا محترمة متبادلة، أتمنى تكون متبادلة يعني. بس مع طلال شفت كثير من العقبات، كثير من اللخبطة، كثير من الأمور. فلذلك قلت شتان الفارق بين الشهيد فهد أحمد وابن طلال. من كان اللاعب المفضل عند الشهيد من الجيل الذهبي؟ فيصل الدخيل. نعم. القبس هو كان طبعا داعم للكل. حلو. ويسند الكل ويعرف يعالج اللاعبين نفسيا بتصرفات غريبة. حلو. يعني هو كان قيادي رائع للأمانة يعني، رغم
كثير من الأخطاء، لكن إيجابياته أكثر من الأخطاء. يعني إحنا ما نبي نذكر الأخطاء، بس هو كان يتكلم عن فيصل أكثر من اللازم. كنا ننصحه يعني، فكان يقول فيصل الملك، فيصل هداف تصفيات كأس العالم، فيصل ما أدري. فهو يحب التعامل مع فيصل يعني. ويسار هذه المحبة فيصل الدخيل. قلت انك تركت القبس بسبب فرض بعض السياسات عليك، وهذا خلاك تتركها. لا، هو شوف، وسؤال أنا أسأل عنه كثيرا، ولكن أعتمد على مصداقيتكم في النقل يعني. عشان أقول الكلام بحذافيره. أنا من قبل سنة ونصف بلشت أنتقد بعض الممارسات التي كنت أجدها من طرفي مسلمة من نادي الكويت. طيب. فكان يحصل رد فعل مو حلو بالجريدة. بعض المقالات تنشال، بعض ماكو مجال، يجيبون إعلان، يجيبون يعني شيء مو طبيعي. وأنا طول عمري ماني موظف صغير بالقبس يعني. يعني أنا وصلت مستشار رئيس التحرير، رئيس القسم، وصلت مدير تحرير القبس. فأنا عارف شو اللي قاعد يصير يعني. ليش ما حد يرد؟ ليش ما حد يرد؟ أنت عارف الإجابة. أنا عارف الإجابة طبعا. واحد تاريخ 10 يناير 2022 اجتمع معي رئيس التحرير ونائبه، قالوا لي إن مجلس الإدارة قرر تخفيض الرواتب، وأن الرواتب الكبيرة لازم تتخفض. فأنا أخذتني العزة بالنفس وشجاعة صرت المتنبي يا عنترة. فقدمت استقالتي. لكن مو هذا السبب الرئيسي. الحين أنا جايك بالكلام. حلو. قدمت استقالتي، طلعت الموافقة على الاستقالة. فسألت أحد غير استقال، خفضت رواتب أحد؟ لا. ليش؟ قلت هذا اللي حصل في الاجتماع. فاللي دار بيني وبين الحديث ما يدري عن الدنيا. قلت يعني وافقت على استقالتي بسرعة؟ قال لي سوي لك عقد بمبلغ محترم، تشتغل كمستشار رئيس التحرير، بس مو شرط تداوم. طبعا أنا كنت كأنه شفت تايسون طاقني بوكس، ماني مجمع، لأنه عبد الله ماني متصور. أنا من 76 بالقبس يحدث معي ما حدث. وإنك توقف كتابة. مو أوقف كتابة، إيه، أن يصير هالتسلط عليك. يعني تصور أنت قاعد بمكان تحس إنك ملك فيه، يطلع اللي بالمطبخ الطباخ يقولك أنت ليش حاط هالصحن ومو حاط هالصحن؟ شيل هالصحن وكل بهالصحن، لازم تاكل الوجبة الفلانية ولازم تاكل. هذا اللي حصل بالقبس. يابولنا واحد طباخ ويفرض علينا الأكلات ويرمي أكلات ومو عاجبه الجرسون ولا عاجبه الجرسون الثاني. فلما أنا قريت العقد الثاني، عقد اتفاق، لأمانة قعدت يمكن أسبوعين 3. يا أخي كيف أنا أشتغل وما أكتب؟ ما أنا كاتب، وشلون أشتغل وما داوم؟ شلون أخذ راتب وما داوم؟ نعم. فكتبت الكلام، وهذا المنبر شاهد لي بيرد خليه يرد، وعندي صورة وعندي صور أن أنا عندي مبادئ وعندي كرامة، ودائما الأجر مقابل عمل. نعم. فكيف أستلم أجر بدون عمل؟ لا شرعا ولا أمانتي ولا قيمي ولا كرامتي تسمح لي بذلك، فأرجو المعذرة وإيقاف هذا العقد. هذا الكلام، وبطلت بالقبس. بس أنا بقول لك شغلة، أنا ما انتقدت القبس أبدا. نعم. وعبر هذه المحطة هو بيتي الثاني.
لكن من المعيب يا عبد الله أن واحد من 76 يشتغل في هذه المؤسسة الكبيرة الإعلامية اللي كانت رقم واحد في كثير من السنوات، مو بالكويت ولا بالخليج، بالعالم العربي، أنه يحدث ما حدث. يا سيدي الكريم، حتى تكريم، أنه ينادوني، أنه يقولون لي ترى أبو حمود حصل كذا نعطيك. أنا طلبت شهادة لأن طلبوها مني برا. نعم. شهادة الخدمة أنا طلبتها الآن. فهي في عملية، في طبخة ريحتها من مطبخ الرياضة. من مطبخ الرياضة طبعا. هل ما زال الإعلام يحرك الشارع، يغير القرارات؟ يعني ذكرت هو 4 مقالات شالت مدرب بين الشوطين. هل ما زال الإعلام بهذه القوة؟ مقالات في الجرائد خلاص ما قمنا نشوف الحين مع اللي هو الإعلام الجديد، التواصل الاجتماعي. شوف، الإعلام زمان أو أسس الإعلام أن الإعلامي ما يكون مشاهد متابع متعصب لنادي أو لمنتخب، يكون مرشد ناصح. وغالبا ما الإعلام يوجه الشارع، والدليل أن في الإذاعات المليونية القبس بشراستها أطاحت بالحكومة ومجلس الأمة، هي اللي أثرت على الشارع. الآن بوجود منصات التواصل الاجتماعي واللي يسمونه مادة الذباب الاجتماعي أو المقاهي الاجتماعية أو البروفيسورات أو ما أدري إيش يسمونهم، مواقع التواصل الاجتماعي، الواحد ما يدري ايش يصدق. فلذلك الشارع تايه، مثل ما الرياضيين تايهين، ما يدرون شو الصح وشنو الغلط. فتصور أنت هذه المنصات جعلت الكل إعلاميين، الكل يبدي رايح. إحنا لما كنا نتكلم ونكتب عندنا رئيس قسم، عندنا سكرتير تحرير، عندنا مدير تحرير، عندنا رئيس تحرير، هذول كلهم يراجعون من بعد، يتابعون. اي شيء غلط ينادونك. أبو حمود الكلام ترى قوي يودينا ورا الشمسيله، أبو حمود العنوان مو مناسب لجريدة القبس. فكان في فلتر يفلتر اللي انت قاعد تقوله، وفي رقابه. الان بدون رقابه وين رايحين احنا؟ اكتب وسند. يعني الان العالم المتحضر سمح لنا نعيش حاله من التحضر، سواء بتويتر، سواء بالواتساب، سواء شو يسمونه الثاني ما اعرف ايه. احنا استغلينا هذا التحضر بطريقه غير حضاريه، لان كل واحد في شغف اعلامي يبي يصير اعلامي عن طريق هذا هاي المنصه. فبالتالي الاعلام صار فضائي فتح. تعال عاد يود من تيود من تصيد من تخلي ما تدري. يعني مع مقولة أصبح الإعلام مهنة من لا مهنة له، هو من زمان حتى على أيامنا، حتى على أيامنا طبعا. كان مضمد يشتغل محرر، كان لحام يشتغل محرر، بالعلاقات الشخصية حتى على أيامنا. بس زادت الحين؟ أكيد زادت، أكيد زادت بشكل ضروس. يعني أنه غير المنصات التواصل الاجتماعي اللي يشتغلون بالصحافة 80% منهم ما هم صحفيين. ما هم صحفيين؟ لا طبعا ما هم صحفيين. يعني أنا مثلا يقول لي واحد طيب أنت عندك شهادة إعلام؟ أنا ما عندي شهادة إعلام. أغاثا كريستي ما عندها شهادة، تعلمت من أبوها الكتابة. شكسبير ما عنده شهادة، العقاد ما عنده شهادة، بس خبرة وتعلمنا على أيادي أساتذة. يعني أنا لما أشتغل الله يرحمه أستاذي خليل ريان يحط لي تصحيح بالأحمر، شو يقول لي؟ جاسم عيد كتابة الموضوع ورجع لي ثاني، أيضا أخطأ يردي مرة ثانية.
يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم مدارس تتعلم منها. الآن من تتعلم؟ الآن من تتعلم؟ أنا يعني محرر بالقبس يدوب يكتب اسمه، ولازم يتعلمون منكم. يقول لك أنا خبري، أي خبري. ولما تقول له مش يروح يشتكي عليك ويجيب واصلات ويجيب كذا، طبعا ما تمشي هالأمور، بس الآن تمشي. ما يروح في الإعلام الرياضي بالتلفزيون والراديو. أنا طبعا لأنه هاي البرامج تنشط ذاكرة الرياضيين وتصلح بعض الأخطاء الموجودة، لكن بشرط أن تكون البرامج حيادية. نعم، لأن معظم الضيوف يا مع طرف ضد طرف، يا يقول لك أنا ايش حق أزعل فلان، أطلع بس أنا والله الناس تشوفني أنا. هذا الكلام ما يصير. هذا اللي تشوفه في البرامج كلام ما يصير. نعم. نتمنى في القادم بأن نرى إن شاء الله تتحقق بعض الأمنيات يعني. اي والله حق عيالنا اذا مو حقنا ان شاء الله نشوف في هذا الوضع ما راح تشوف مستقبل. نتأمل ونتفائل. والله ما راح تشوف مستقبل. دعنا نتفائل. أنا يا رجال احنا يعني أنا سوري أطول عليك شوي، بس عندي أمثلة يعني. يعني لبنان لا كهرباء لا بنزين لا ماء، لا منتخباتها طالع منتخب السلة، كأس العالم، بطل آسيا، بطل يحققون نتائج. فهذا يخلينا احنا شو نقول؟ ما عندنا منشآت. شوف شو نبرر الغلط فيه يعني. على كلام الأخوان المصريين، القرعة تتباهى ببنت أختها. عشان كذا ما عندنا منشآت. أي منشآت؟ العب أنت، خطط، وإن شاء الله. شوف العراق، شوف سوريا أدائهم في التصفيات، شوف منتخب الكويت. شوف هذا يخلينا نقول نتفائل. اندونيسيا ونيبال على أرضنا هني يعفسونا، ولو لاعبينهم بالرطوبة بعد يعني بنخرجهم احنا اختنقنا. ماضي هذا ان شاء الله القادم ان شاء الله افضل. نتمنى افضل. كل الشكر لك على تلبيتك للدعوه وقبولك ووجودك معنا اليوم في هذا البرنامج. اهلا وسهلا فيكم، وشكرا للكل، وشكرا لكل من اظهر هذا اللقاء في هذا المظهر. عساك على القوه. اهلا وسهلا. كذي وصلنا للختام، نشوفكم الاسبوع القادم في امان الله.